شحال ديال الوقت كيبقى الكافيين في الجسم ديالنا. تفرجوا في هذا الريل هذا من الاول حتى الاخر، حيت غادي نعطيكم معلومات مهمه ماخوذه من دراسات موثوقه. اولا هاد الدراسات ماخوذه من الاكاديميه الامريكيه لطب النوم اللي سميتها AASM، والهيئه الاوروبيه للسلامه الغذائيه اللي سميتها AFSA. يعني هاد المعلومات ساينتيفيك، يعني خاص يكون تدقيق. حسب الأكاديمية الأمريكية لطب النوم AASM والهيئة الأوروبية للسلامة الغذائية AFSA، البقاء ديال الكافيين في الجسم كيمر عبر 3 مراحل رئيسية. أولا بيك ليفل، يعني المفعول ديال الكافيين في البيك ديالو كيوصل لأقصى تأثير ديالو ما بين نص ساعة حتى لساعة مورا ما كتشربها. ثاني حاجة عمر النصف هالف لايف، كيحتاج الجسم من 4 سوايع حتى 6 سوايع، المتوسط هو 5 سوايع، غير باش يتخلص من نصف الكمية ديال الكافيين اللي شربتي. مثلا إلا شربتي كاس ديال القهوة ديال 100 ملغ ديال الكافيين مع 12 ديال النهار، مع 5 ديال العشية كيبقى في الدم ديالك غير 50 ملغ، ومع 3 الليل كيبقى 25 ملغ. يعني بالتدريج، يعني داكشي بالتوقيت. يعني فاش كتشرب مثلا القهوة مع 12 ديال النهار ديال الصباح، يعني حتى تيبقى تيكون عندك 100 ملغ ديال الكافيين في الدم ديالك. وفاش كتوصل عاوتاني ل5 ديال العشية كيبقى الكافيين في الدم ديالك 50 ملغ، يعني نقصات ديك 50 ملغ. وعاوتاني فاش كتبقى كيبقى الكافيين حتى ديك 10 ديال الليل كيبقى عندك داك 25 ملغ. فهمنا؟ التخلص الكلي باش انك تخلص من الكافيين اللي كيكون في الدم ديالك، يعني كيحتاج الجسم ديالك من 10 حتى 12 ساعة باش يصفي داك الكافيين في الجسم ديالك بواحد الشكل اللي هو كلي. وهادشي اللي كيخليه انه يكون عندك واحد النعاس اللي هو عميق بلا ما يكون عندك داك الاضطرابات في النعاس، يعني كتنعس ديك النعسه